صباح الخير. في مطار ناريتا. طبعا في هذا المكان، هذا القفص اللي قدامي الان، قدام ما تخرج من الميجريشن يعني. طبعا في هذا المكان يعرضوا لك الحقائب او الاغراض اللي بتكون فيك او مزوره والاصليه. شوفوا طبعا هذا اللي بيكون فوق الاصلي وهذا المزور، يعني ما في فرق ابدا. ممنوع تشتري هذه الحاجات اللي بتكون يعني زي هذا صدف، اشياء يعني ما تقدر انك تخرجها من المطار. وهذه الحقائب كيف يعني الفرق بينها بين الاصلي والمزور. شوفوا ذا مكتوب حتى باللغه اليابانيه. هذا في مطار ناريتا، يعني بيعلموك كيف انك توبه نفسك من النصابين او الحراميه. في مطار ناريتا تقدر تحجز هذه العربيه الى قدام البوابه اللي تصعد بها الى الطائره. اليوم بنجربها في مطار ناريتا ونشوف كيف التجربه هذا. طبعا هذا لاي شخص يستخدمها مجان. تعالوا اوريكم. في بعض اللغات اللي تقدر تستخدمها. بنضغط اللغه الانجليزيه. شوفوا كيف نضغط اللغه الانجليزيه. شوف الآن في هذه المربعات تقدر تشوف البوابة أو الجيت رقم كم، وهو بيسرح لنا. شوف أنا البوابة رقم 93. تحط حقك الشنطة هنا خلفك يعني، وإذا انت حالك متعب أو تريد تستخدم يعني بعيد تقدر تستخدم هذه العربية. يعني الوزن حق الشنطة تقريبا 10 كيلو ماكس. يعني الآن أنا ولا لي داخل ولا أتدخل بها أبدا. نحط الآن رقم البوابة وبعدين ننطلق إلى البوابة. البوابة رقم 93. نفعل كونفيرم. اوكي. واو. ها شوف الآن كيف بيركز على البوابة. المطار يا جماعة في ناريتا شيء غريب جدا. شوف كيف أين وصلوا الناس بالتطور هذا. يعني شوفوا التطور العظيم حق المطار ده الحين. يعني إذا أنت يعني متعب يعني ما تقدر تتحكم بنفسك، تقدر تضغط رقم البوابة وهو بيوديك، يعني ما تقلقش، بيوديك إلى البوابة حقك بكل دقة. هذا يعني للناس الكبار السن، الناس اللي يعانوا من مشاكل صحية. شوفوا الآن ما قدر يطلع قليل، أنا ثقيل تقريبا. اوه شوفوا هذا. واو والله شيء خيالي. شوف الآن كم؟ 4 دقائق و30 ثانية. والله بعيد. بنتظر لما يطلعني للبوابة. شوفوا الآن في هناك يعني مكان طلوع قليل. بنشوف كيف. والله حاجة فخامة. مبسوط يعني ما أقدر أمشي، مرتاح يعني. الآن الروبوت هذا بيشيل همي وبيشيل الشنطة حقي، بيوصلني للبوابة بكل أريحية. أبدا ما تقلق. باقي تقريبا 3 دقائق. شوفوا أوف. شوف كيف الصراحة خيال. مع نظام وحساسات قوية جدا. يعني مثلا إذا في شخص قدامك بيوقف على طول. ما يعني حاجة ذكية جدا. تقريبا باقي 2 دقيقتين. شوفوا الآن كيف أنا بنزل يدي إلى تحت كيف بيوقف يعني. شوف واو خيالي والله. يعني آمن فيها في المية. الآن بندخل إلى مكان يعني فيه أشخاص كثير، ويعني بيلف البوابة الآن. باقي دقيقة. شوفوا حاجة خيالية والله.
شوف الآن بيلف بنفسه. بالله عليكم يعني ايش التقنية هذا اللي بتخليك يعني تجيب روبوت يوصلك من اي مكان الى البوابة حقك يعني بكل سلاسة بكل اريحية يعني بدون ما تقلق مشان البوابة تدور. هو بيتحمل المسؤولية الكاملة. هو انت الا عليك تضغط رقم البوابة هو بيوديك الى مكان البوابة او الصعود اللي تصعد الطائرة. شوفوا هناك الآن 90 93 بنوصل الآن تقريبا بنوصل. واو شوفوا كيف الآن وقف يشوف. الآن وصلت إلى رقم البوابة. انزل على طول معك 30 ثانية تشيل حقك الأغراض. شوف كيف تشيل حقك الشنطة خلاص. بصراحة فخامة والله فخامة يعني يقدر يسهل عليك. الآن بيمشي ويرجع على مكانه يعني تقريبا باقي 6 ثواني خلاص. الآن عدد التنازلي خلاص. اوكي اوت اوف سيرفيس. الآن بيرجع. شوفوا كيف من بدون بنفسه يعني. شوف الآن خلاص. واو صراحة باي باي. هذه هي تقنية المطار حق ناريتا في اليابان. كيف هي مطارات دولكم أنتم؟ شاركوني في التعليقات.